نورس إبراهيم، رئاسة مشتركة للجنة الصحة لمنطقة الطبقة. طبعا ضمن خطة لجنة الصحة لرفع مستوى الوضع الصحي في المنطقة وريفها، ونتيجة الضغط على المشفى الوطني قسم النسائية قسم الحواضن، ضمن خطة 2022-23 تم البدء بإنشاء مشفى التوليد والحواضن للأطفال بمساحة تقدر بتقريبا 1100 متر مربع. المشفى يقع بجانب المشفى الوطني. تم البدء بعملية البناء منذ 15/12/2022. يقسم إلى مرحلتين. ستستمر المرحلة الأولى 6 أشهر نتيجة جو الشتاء، بالإضافة إلى المرحلة الثانية ستستمر 3 أشهر، هي مرحلة الإكساء والتجهيز والبدء بالعمل. يضم المشفى قسمين طابقين. الطابق الأول عيادات أطفال، عيادة نسائية، بالإضافة إلى غرفتين عمليات وغرفة إنعاش، وقسم المخبر وقسم الصيدلية والأشعة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية. الطابق الثاني يضم جناح نسائية يتسع ل50 سرير، بالإضافة إلى قسم الحواضن يتسع إلى 20 حاضنة. طبعا الخدمات التي ستتقدم في المشفى التوليد والأطفال هي خدمات مجانية، وذلك لتخفيف الضغط والعبء نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر فيها المنطقة.